وزي ما بيقولوا في حلو تاكله وفي حلو تاكل صوابعك وراه. هعمل معاكم النهارده طريقه جديده للرز ابو لبن. بصوا بجمله الاختراعات، بس بصراحه الوصفه حلوه جدا جدا جدا، جربوها ان شاء الله مش هتندموا. تعالوا اقول لكم انا عملت ايه النهارده. عملت رز بلبن وبالقمر الدين، ده حاجه يعني بيتهيألي محدش عملها قبل كده. وصفة حلوة وخفيفة طعمها جميل جدا، ميكس ما بين قمر الدين ورز بلبن، حاجة خطيرة. وبالمرة اقول لكم على طريقتي في الرز واللبن. انا بسلق الرز بمية زي ما احنا شايفين كده لحد ما يبقى 3/4 تسوية، ويتجف المية منه خالص. وبعد كده ابتدي احط كمية اللبن اللي انا عايزاها. تمام. في ناس بتحب تسوي اللبن الرز في اللبن عادي، مفيش مشكلة، كل واحد براحته. بحط كمية السكر اللي انا عايزاها للتحلية. احط كمان لبن باودر، بيعزز الطعم وبيخلي طعم اللبن طعم الرز حلو جدا. والمكون الحلو بقى الخطير جدا اللي بيخلي الدنيا مظبوطة قوي هو الكريم شانتيه. حطي معلقتين من البودر بتاع الكريمة، دوبيهم كده على البارد، وبعد كده نزليهم في قلب الرز، وقلبي معاكي الرز لحد ما يغلي. يا ست الكل هتطلعي احلى رز بلبن عندك. يهدى شوية وبعد كده ابتدي اغرفيه. طبعا انا بالنسبة لي ما بحطش نشا، بعتمد على النشا اللي موجود في قلب الرز. اتفضل يا حبيبي. يا رب ان شاء الله. ايه يا ابني ده كله؟ ساعدتي نفسك والله يا خبر ابيض. اتفضل. يا نرجس. يا اهلا وسهلا يا ابني. والله نورتونا وشرفتونا يا حبيبتي. ايه يا كل ده؟ تعبتوا نفسكم كده ليه؟ حبيبتي، تعالي تعالي وريني القمر وتنادي يا نور عيني يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هسموه ايه الواد ده؟ يوسف. فيك الخير يا حبيبي، الله يرحمه. الله يرحمه يا حماتي ده نايم. لا يا حبيبي لا، بعد الشر لا، ده خالها يوسف، خالها الله يرحمه. اه مات وهي عيله صغيره بس.